صوتا كثير العبر ينادي الخير خير البشر، يقول لشعب عظيم تسامى تحدى الصعاب وخاض الخطر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. برافو، يعطيك الصحة، برافو عليك آدم القاسني. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. شكرا، مرحبا. مرحبا بكم انتم الناس الكل تبعوا في برنامج 10 سوايع من زمان نعديوها مع بعضنا باش نحكيو لكم فيها على نجاحات التوانسة في مختلف الميادين. أول نجاح باش نحتفلوا به اليوم هو نجاح آدم القاسني، ما شاء الله عليه، شاب تونسي ما شاء الله، تألق في دبي وتحصل على المرتبة الثانية في مسابقة تحدي القراءة. معكم آدم القاسني، بطل الجمهورية التونسية وممثلا لها في مبادرة تحدي القراءة العربي، والحمد لله الحائز على المركز الثاني عالميا في مبادرة تحدي القراءة العربي في نسختها السادسة. تبارك الله به. آدم نورتنا. دونك باش نحكيو على المسابقة هذه، تعرفنا بها شنو هي المسابقة هذه بالنسبة للناس اللي ما سمعتش بها. فنيا مسابقة تحدي القراءة العربي ببساطة هي قراءة 50 كتاب، تحاول أن تفهمها، تحاول أن تستوعبها، ومن ثم يتم تلخيصها في دفاتر صغيرة تدعى جوازات سفر، ثم يتم تحكيمك من قبل لجنة تحكيم ذو عقول نيرة مختصة على مستوى المعهد أولا، ثم على المستوى الجهوي الإقليمي، وأخيرا الوطني. ثم يترشح 10 أبطال، وفي الواقع في هذه المبادرة لا يوجد خسارة، كلنا أبطال، لكن يترشح 10 أبطال يكون فيهم البطل الأول هو الذي سيمثل الدولة في هذه المبادرة. يجري التصفيات النصف النهائية، وإن ترشح يجري التصفيات النهائية التي تقام في دبي في أوبرا دبي، ومن ثم يختارون الثلاثة الأوائل. به تري بيان، فسرت مليح مليح. دونك توا كيفاش معناتها تتم الحكايه؟ انت كنت تحكي لنا كيفاش تصير العمليه، اما شنو هما الكتب اللي يعطيوكم تقراوها؟ انتم تختاروا ولا فما كتب ملزم باش انك تقراها هذيك تاخذها من عند اللجنه؟ لا، هي حقيقة تختلف عن البطولة التونسية للمطالعة. يكون معك مشرف ومدرب أو مدربة ومشرفة أيضا، هي التي تقترح عليك الكتب التي تتماشى مع عمرك والتي تتماشى مع شخصيتك حتى تقدمها على أكمل وجه أمام اللجنة. وشنو هي الكتب اللي تمشيت مع شخصيتك وعمرك أنت؟ والله حقيقة أنا أقرأ منذ الصغر، منذ نعومة أظافري كنت أخصص ركنا للمطالعة في غرفتي، وعائلتي ووالداي بالتحديد هما اللذان شجعاني على النهل من منابع العلم والمعرفة. تبارك الله. فتعلقت بالقراءة تعلقا شديدا، وإلى حد هذه اللحظة قرأت أكثر من 500 كتاب ما شاء الله. فأنا حاولت أن أستخدم أو أن أوظف 50 كتاب من مجمل الكتب التي قرأتها. به كيفاش عملت باش التحق بالمسابقه هذه؟ معناتها سمعت بها قبل، انت مغروم بالطبيعه بالمطالعه، قلت خلينا نمشي نلتحق بالمسابقه، كيفاش صار؟ هو حقيقه عندما شاركت في مبادره تحدي القراءه العربي كان تشريكا نوعا ما غريبا. كنت بصدد القاء محفوظات على سيدتي في السنه السابعه من التعليم الاعدادي، فهي التي اقترحت علي، قالت أنه يوجد مبادرة تحدي القراءة العربي ولديك شخصية وقدرة على الإقناع والمواجهة، فلماذا لا تشارك فيها؟ أنا كنت أعلم بهذه المبادرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فقلت لما لا وسأشارك، والحمد لله الحائز على المرتبة الثانية عالميا.